الصور إذن أن هذه أعمدة الدخان من المصفاة تحديدا. أذكر بالعاجل المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يقول: اعتراض وتدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة صباح اليوم، وقد شاهدنا أعمدة الدخان وهي تتصاعد ربما من منطقة وقوع المسيرات أو شيء شبيه بذلك. أنت تشاهد معي صور لواء محمد صمادي. إذن المسيرات أيضا هذا جزء من الحرب. الإيرانيون يسقطون مسيرة أمريكية والسعوديون يسقطون مسيرتين. إذن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يقول: حريق محدود بعد سقوط الشظايا بسبب عملية الاعتراض دون إصابات بين المدنيين. إذن هذا حريق بسبب سقوط شظايا المسيرتين، وهنا استهداف لمصافي نفطية. هذا بعد آخر من أبعاد يعني المسيرات أضافت بعدا جديدا في الحرب الأوكرانية الروسية، في الحرب مع الحوثيين، في الحرب في جنوب لبنان، الآن ما يجري في السودان ما بين الدعم السريع والجيش السوداني. وإيران دولة متطورة جدا في صناعة المسيرات. على سبيل المثال المسيرة شاهد 136 والتي الولايات المتحدة قامت بتقليد هذا النموذج وصنعت مسيرة انتحارية تسمى لوكس وتستخدمها الآن في العمليات، وهو تقليد للنموذج الإيراني. المفهوم عندنا دائما أنه نحن من يقلد العالم الغربي، ولكن الولايات المتحدة قلدت إيران، وأؤكد على ذلك في طائرة الشاهد 136. إيران تزود روسيا في المسيرات منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية لمدة 4 أعوام في هذه الوسائل القتالية. الآن عملية المزج بالذكاء الاصطناعي والمسيرات والقدرات القتالية، أن تكون المسيرات قادرة على أن تقطع مسافة 2000 كيلومتر وتحمل كميات من المتفجرات، وأحيانا هذه المسيرات قادرة على عملية التصوير، قادرة على عملية التشويش، قادرة على عملية التدمير، قادرة على عملية توصيل المعلومات، وهي أحد الوسائل. دائما نقول بأن إيران تمتلك المنظومة الردعية بالصواريخ البالستية والفرصوتية وسلاح المسيرات. يوم الأمس كان هناك استهداف ل9 سفن وقيادة البحرية، وتم تحييد جزء من قدرات إيران البحرية، ولكن المسيرات لغاية الآن نلاحظ بأن وتيرة الاستخدام خفيفة ومتقطعة. صحيح، ليس هناك استعمال كبير، ربما تؤجل إلى لحرب استنزاف أطول. نعم.